عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وابن عباس يروي لنا هذه الرواية: في اليوم الذي قتل فيه الحسين، في الساعة التي قتل فيها الحسين بعد الظهر. انظروا ماذا جرى. هذا هو ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما يقول: نمت، أي أخذتني سنة من النوم، نمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشعثا أغبرا، بمعنى أن عليه غبار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مشط ولا رجل. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قارورة يعني زجاجة صغيرة، ورأيته يجمع من الأرض دما. فقلت: يا رسول الله ما تصنع؟ قال: أجمع دم الحسين وأصحابه، فإن الحسين قد قتل رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس: فسألت عن الحسين فإذا هو قتل في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجمع دمه من الأرض. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشعثا أغبرا، بمعنى أن عليه غبار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مشط ولا رجل. هذا هم تربة الحسين عليه السلام. رسول الله قبل شهادة الحسين يخبر من يقول علماء السنة. اسمع: مسند الإمام أحمد بن حنبل. تعرفوا أحمد بن حنبل منو؟ أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي. إخواننا المسلمين بالسعودية، جماعة محمد بن عبد الوهاب، جماعة ابن تيمية، هذول كلهم حنبلية. إذا يصدقون أنهم يتبعون أحمد بن حنبل هذا إمامهم، إذا غلط ردوا على أحمد بن حنبل، لا تقولوا الفالي قال. سيدنا جبريل يرى رسول الله يقبل سيدنا الحسين لما دخل عليه. سيدنا جبريل يقول: أتحب ابنك؟ رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم: هو ريحانتي من الدنيا. فيقول له سيدنا جبريل: إن أمتك ستقتله بأرض تدعى كربلاء، وإن شئت أن آتيك أو أن آتيك بتربة منها أتيت. قال: نعم يا أخي يا جبريل. فضرب جبريل بجناحه وهو بالمدينة إلى العراق، إلى موضع استشهاد الإمام وأصحابه، فأتاه بالتربة الحمراء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذها رسول الله فشمأها، فلم يملك عيناه أن ذرفته. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبكى، ودخلت السيدة أم سلمة تعتذر إلى سيدنا رسول الله. الملك فضرب بيده، فجاء بطينة حمراء، طين كربلاء، فأخذتها أم المؤمنين أم سلمة وصرتها في خمارها، عقدتها بخمارها خلت يمها. هذا كتابي لو كتابك. طبعا بعض الناس يقول لك ازاي يتبركوا بمخاط النبي. انا طبعا جاوبت على المسألة دي قبل ذلك،
بس مش هترك الجانب اللي أنا اتكلمت عنه قبل كده، لكن سأترك جانبا آخر. أولا الحديث صحيح لا ريب فيه بأقوى الأسانيد، حديث صلح الحديبية الذي رواه الزهري عن مسر مخرمة ورواه بن الحكم، وساق الحديث الطويل في صلح الحديبية، وفيه وبعدين بعد قليل جيء بوضوء، الصحابة جابوا وضوء فجعل يتوضأ، كانوا يتقاتلون على وضوءه، يتقاتلون على وضوءه. إذا تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه، ما يبصلوش العين في العين، لا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون الصوت عنده، لما يتكلم بصوت واطي. الذين يأخذون النخامة، وفي العادة يتأفف المرء من النخامة. طب الوضوء مبلوعة، أخذ وضوء النبي مش كويسة، لكن أخذ النخامة اللي أي إنسان بيعرف منها، وكمان يطيروا عليها عشان مين اللي يلحق ياخدها، وأول ما ياخدها يد كده ويعمل على وشه بتاعه، مع إن دي حاجة مثلا عند بني آدم الإنسان بيتأفف منها. يقول: فبما يجاب على من يستدل بحديث اقتتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية؟ هذا ما هو لأجل يتوضؤون به، بل من أجل التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن جسمه من الوضوء والعرق والريق والثياب، هذا منفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يتبركون به وليسوا يقصدون أنهم يتوضؤون به. نعم، ففيه فرق بين هذا وهذا. هل قالوا أنهم يتوضؤون به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما يتغامرون عليه من أجل التبرك. نعم. قال لها: ماذا تصنعين؟ قالت له: عرقك يا رسول الله نجمعه في قارورة. شوف ايش تقول نرجو بركته لصبياننا. الله. وهو يسمع هذا الكلام. الله. هل يصح بعد هذا أن يأتي رجل طالب علم عنده أدنى ذرة من عقل أو نظر فيقول التبرك حرام، أو أن التبرك لا يجوز، أو أن التبرك بدعة؟ تقول له: نرجو بركته لصبياننا. فماذا يقول لها؟ ما يقول لها لا يجوز، البركة من الله وأنا بشر. نعم هو بشر، ولكن هو بشر له مزايا خاصة، يعني مسك. ماذا يقول لها؟ يقول لها: لقد أصبت، والحديث صحيح. أنا دخلت في بلدة من بلاد المسلمين نفس اليوم بالجرائد كتبوا فلان داخل ويأمر الناس بأكل التراب. نفس الليلة صعدت المنبر قلت: عمي الله يهديكم، أنا وين قلت أكل التراب؟ التراب أكله حرام. احنا عندنا روايات من رسول الله في قضية تربة الحسين فقط. أولا ما عندنا احنا أكل التراب إلا ذرة بمقدار الماشة للمريض من تربة أبي عبد الله الحسين من طين كربلاء، بس ما قلنا غير تراب. هذاك هم روايات أنا أذكر من كتبكم يا إخواني العامة، الله يحفظكم، رحم الله والديكم. إذا أكو كلام ردوا على علمائكم. الآن هذا المصدر، شلون حلو الإنسان يحكي ويا المصدر؟ إذا هم حكوا ويا مصدر أنا ممنون لهم.
مات. خاله هنا أنا قاعد، اجى قال لي سيد الأطباء يقولون كلينيكيا ميت، بس هاي الوسائل دا تنزل بيه النفس، بس رايح ميت. اكو وسيلة سني مو شيعي، الحسين للكل، الحسين للجميع. اخوان السنة على عيني وعلى راسي، خلي يسمعون. اخوان السنة هذا الحسين ابن رسول الله سيد شباب اهل الجنة. اجاني خال نواف قاعد هنا قدامي، قلت تعال للحسينية اعطيك شوية من تربة الامام الحسين. اجاني خال نواف اعطيته قليلا من تربة الحسين. قال لي ما له احساس، هذا نواف قاعد قدامي شوفوه. قلت شوية انت توضى بايد طاهرة، خلي شوية من التربة جوا شفته. وام خالتتي في مجلس الحريم تتوسل، ام من اخواتي السنيات، اجت قالت ابا عبد الله احلفك بابنك علي الاكبر، هذا ابني نواف 18 سنة عمره، نفس الليلة الام تشوف في عالم الرؤيا، لا اله الا الله، تشوف في عالم الرؤيا رجال، هي تقول رأيته قطيع اليدين. طبيعي بعد منه قطيع اليدين. تقول ورأيت أخته زينب ورأيت علي الأكبر في عالم الرؤيا. قالوا نواف احنا اعطيناه الشفاء، روحي على ولدك. تقول بين اصدق ما اصدق. الصبح قمت رحت من المستشفى، يا مستشفى حجي، يا مستشفى عدان. تقول رحت الى مستشفى العدان، الان الفايل ماله موجود، لا يجون هذول اللعناء النواصب باكر يستهزئون يقولون كذب، الفايل موجود والولد قاعد قدامي. تقول رحت للعدان، ان شاء الله راح اقول. يقول رحت الى مستشفى العدان، شفت ولدي هذا حبيبنا نايف اسمه نواف. يقول شفت النواف قاعد مثل الورد. الله، اجوا الاطباء قالوا ما ندري شنو صار، الولد ميت. اليوم الصبح فد مرة شفنا فتح عيونه وصحيح سالم ببركة علي الأكبر. أنا أقول له لحظة يقوم يوقف، ولما وقف أريدكم ترفعون صوتكم بالصلوات. حبيبي لحظة قوم وقف واقعد. آثار العملية هنا بحلقومه ببركة أبي عبد الله الحسين، ببركة علي الأكبر. والله ما خاب من توسل لسلامة هذا حبيبنا نواف. صلوا على محمد وآل محمد.